السلام عليكم وعليكن. أخطاء التعليم. ولكن قبل ما أبدأ في الكلام ديالي نوقف واحد وقفة إجلالا وإكبارا لهذا الإنسان العظيم اللي صنع عقول. شكرا لكل معلم ومعلمة. بكل صراحة أن المعلمين كيبقاو خالدين وكيتذكروا لأنهما اللي خرجوا البشرية من دلاس الجهل ومن ظلمة التخلف. ولهذا خصنا نوضعوا صبعنا على الجرح ديال التعليم اللي هو مازال ما برش لحد الآن، اللي كيحتاج الشفاء. ولكن فوقاش هاد الشفاء يمكن خصها مسيرة وعقود وأجيال باش يتشافى. بكل صراحة أعداد كثيرة من أسرة التعليم رجال ونساء ما كتربطهمش أي صلة بالقطاع، ولكن فرضوا وجودهم باش يكونوا كذلك. من بعد ما ضاقت بهم وبالدبلومات ديالهم تغلقات في وجههم المنافذ وتسدت البيبان وما لقاو حتى شي طريق سالك باش ياكلوا طرف الخبز. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. واش نقولوا لهذاك مسكين اللي كيمشي الموقف ما عنده لا راتب شهري لا حتى شي حاجة، رزقه الله. أيها المعلم، أيتها المعلمة، خصكم تكونوا فاعل جمعوي. حتى الا بغيتي تطالب بحقوق ديالك ما تضيعش ولد الفقير ولا ولد المسكين. كون جمعوي، كون مواطن حر، كتطلب الحقوق ديالك. كدير واحد الاشاره هنا كتعبر بان راك كتطلب الحقوق ديالك، غير باش ما تضيعش داك ولد الشعب. كنعرفكم واعيين وكنعرفكم متحضرين. الرجل التعليم خصو يكون فاعل جمعوي ويكون مواطن باش ما يضيعش هذا الشعب. نكررها، ولاد الشعب. المهم دخلوا في الموضوع. باش قلنا باش ياكل طرف الخبز وما لقى حتى شي طريق سالك الا واحد الطريق، ولكن ديك الطريق فيها الخوف والحذر والحيطه على الاجيال ديال المستقبل. بكل صراحه خوتي خواتاتي، نكتفي باش نقول غير نصف الحقيقه، ما غاديش نبوح. كون لقيت نبوح غير باقل الحقيقه. ماشي كلشي رجال التعليم خصهم الكفاءه ولا ضلوا طريق نحو القطاع. فلا شك ان فئه التعليم منهم كتوفر فيها كل مقومات الكفاءه، غير شي وحدين ولا نقول اغلبيه منهم نصبوا عيونهم باش يبحثوا على واحد الراتب اضافي بالمؤسسة او بالمؤسسة التعليم الخاص. و اش نقول لكم، وباش يعطيو دروس الخصوصيه بسبب هزالات الاجور ديالهم والبطء في الترقيات. وما نساوش حتى الاباء والامهات يتهافتون كيتباهوا بحالهم بحال بالعمان اللي في وسط الفدان واخا عجبه ضاره. عرفتوا الخوت شحال وصل السعر للساعه؟
في بعض المواد العلمية 200 درهم. 200 درهم، كونوا على يقين. ثانيا، أن الرجل نسى باش يندافع ويشخص الأزمة ويتحدث على الكتاب المدرسي. وما أدراك ما الكتاب المدرسي؟ هادشي اللي كاين. هاد الكتاب المدرسي بدورو ابتدع واحد الحيلة، تعدد المقررات في مادة واحدة. وحسب الأكاديميات، إلا أن درجة تلمس فيها الرقم الكتب المدرسية اللي كتروج في السوق 300 كتاب. شنو نقول لك؟ 300 كتاب في التعليم الابتدائي وإعدادي فقط، أي 9 مستويات، لا أقل ولا أكثر. من طبيعة الحال هاد الهمزة شكون كيدفع ثمنها؟ اللي كيدفع ثمنها يا الخوت هو المواطن في كل دخول المدرسي. وشكون كيستافد منها؟ كيستافد منها الخوت لجان عملية تتقدم شنو نقول لكم، كتقدم بعروضها لمديرية ما في الوزارة وفق دفتر التحملات. لأن دفتر التحملات غالبا ما يكون تحت الستار أو وراء الستار. هاد اللجان نافذون في القطاع لكي ينالوا نصيبهم في الغنيمة والمطابع في الداخل والخارج، كتولى الطبع ديالهم. وهاد اللوبي كيستمروا، كونوا على يقين، كيستمروا باش يدخلوا التعديلات على الكتب المدرسية باش ما تنتقلش من واحد لواحد، يعني ما تكونش وراثية من السلف إلى الخلف ولا من الطفل إلى أخيه، لأنهم كيرميوهم في سلات المهملات. بمبرر مواكبة التطورات. ثالثا، غير باش تعرفوا أن الوزارة تخلات على مبدأ الاستحقاق في النجاح، وصبح واحد الهاجس ديالها الأول، يا الخوت، باش ما تلفتش، نقول باش ما تلفتش الأطفال في الشارع قبل 15 عام. بغض النظر عن مستواهم المعرفي الحقيقي. وصبحت المدارس الابتدائية يا الخوت كتنافس في تحقيق أعلى نسبة من النجاح. شنقول لكم، من دون تحميص، ولا نقول بدون فعل شيء. هادشي اللي كاين. لأن المستوى التعليمي الحقيقي للتلاميذ، لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. يا ريت الخوت ترجع الوزارة للعمل بالمبدأ المعدل يساوي النجاح، ويتخلى عن التحديد المسبق للنساب، شنو كما كان معمولا بذلك من قبل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.